طيب وش رايك بهالفعاليات المقامه؟ شايفه احتفالات زي الفل. في ست مصرية كانت في السعودية وقت العيد، قالت جملتين قلبوا الدنيا عليها وعلى المصريين، خلت كتير من السعوديين يغلطوا فيها وفي رامز جلال وحتى محمد صلاح. ايه اللي الست قالته عصبهم قوي كده؟ وليه اصلا السعوديين يكلموها بالشكل ده؟ كل ده واكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. خلال الساعات اللي فاتت انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة مصرية من أمهاتنا الكبار في السن والمقام، كانت في السعودية ما نعرفش ليه، بتعمل عمرة ولا زيارة لعيالها، بس المهم إنها قالت جملتين اتصوروا فيديو مع مذيع سعودي خلى عدد كبير من السعوديين غضبانين وزعلانين منها ومن اللي قالته. ربنا يخلي رامز جلال اللي خلاكم تعملوا الاحتفالات الحلوه دي. الست بكل براءة وطيبة المذيع السعودي بيقول لها ايه رأيك في الاحتفالات بتاعتنا اليومين دول في العيد؟ الست ردت عليه وقالت حلوة، ربنا يخلي رامز جلال اللي خلاكوا تحتفلوا كده. ومن وقت الكلام اللي الست قالته ده والدنيا قايمة، عدد كبير من السعوديين مش عاجبهم كلام الست. في اللي كتب على تويتر وقال احنا اللي جايبينك انت ورامز جلال هنا بفلوسنا، قال رامز جلال اللي جاي يظبط لنا احتفالاتنا. وفي اللي كتب انها لازم ترجع مصر وما تروحش السعوديه تاني، لا هي ولا رامز جلال، الكل ينقطع عيشه نهائي، هي ورامز، وكل واحد يرجع بلده يشتغل فيها وينبسط فيها. وطبعا من بعد الكلام ده ما حصل والدنيا كل شويه بتزيد في الكلام، لدرجه ان عدد كبير من المصريين ردوا على الكلام السيء اللي قالوه بعض السعوديين دول، وقال لك ايوه ما رامز جلال هو اللي عمل جو الفتره اللي فاتت لاحتفالات السعوديه، حتى برنامجه الاخير متصور هناك وعامل لهم احلى دعايه. وشويه بقى تانيين من المصريين اللي عندهم شويه حكمه قالوا يا جماعه ان الامر بسيط، الكلام اللي الست قالته كان بحسن نيه وما كانش فيه اي حاجه مقصود بيها تزعل السعوديين، يعني كل واحد بيعمل شغله وبياكل عيش وخلاص، سواء رامز اللي شغال في السعوديه الفتره دي او الست اصلا اللي موجوده هناك بغرض الشغل. من الاخر كده الكل بيسترزق وبياكل عيش ومفيش اي لازمه للاندفاع ده. المشكله بقى في اللي حصل ده ان في صفحات لبعض الكويت على فيسبوك وتويتر ما صدقوا ان الخلاف ده حصل، واخدوا الفيديو ونشروه على صفحاتهم، وقال لك شوف الست المصريه بتعمل ايه وبتقول ايه. قصدهم يعني ان الست المصريه نكره للجميل وبتنسب الاحتفالات لمصر، مش واخدين بالهم ان الست بتتكلم بكل حسن نيه وبتحب السعوديه زي مصر. وده اللي هياكده حضراتكم دلوقتي في التعليقات، ان الست اللي قالته ده كان بحسن نية خالص، وان كلنا اخوة وعرب، كلنا نفرح باحتفالات بعض وننبسط عادي يعني. اكتبوا يلا في التعليقات كل واحد يتكلم بصراحة، واللي فيكم عنده حد قريبه في السعودية ولا الكويت يا ريت يشير الفيديو ده على صفحته عشان يشوفوا ويعرفوا اصل الموضوع ايه.